أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم فيديو جديد من سلسلة فيديوهات حل كتاب المعاصر 2025 كتاب المعاصر 2025 واللي بنحل فيه على اليونتس الوحدات. هنبدأ النهاردة إن شاء الله بأول يونت 1 lessons 1 and 2 الدرس الأول والثاني الجزء الخاص بالفوكابس الفوكابولري الكلمات بيج نمبر 18 صفحة 18. السؤال الأولاني بيقول لي many people in the city live in A. ناس كتير في المدينة بيعيشوا في A of flats. حاجة of flats ده مصطلح على بعضه معناه مجمع سكني. مديني house يعني منزل، طبعا مش تنفع. black يعني اسود. block of flats يعني مجمع سكني. وشيست اللي هو صدر، وطبعا في حاجه اسمها chest of drawers يعني خزينه ادراج. طبعا احنا هناخد هنا block of flats. السؤال بعد كده بيقول لي come and sit on this comfortable A 4 people can sit on it. يعني بيقول لي تعالى واقعد على ايه المريحه ديت، 4 اشخاص ممكن يقدروا يقعدوا عليها. مديني arm chair اللي هو الكرسي المريح. cupboard اللي هو دولاب او خزانه المطبخ. ومديني صوفه اللي هي الكنبه. وchair الكرسي. طبعا هو بيتكلم على 4 اشخاص فتبقى صوفه. طيب السؤال بعد كده I always not my friends I don't phone them. طبعا هو هنا بيتكلم على انه دايما ايه مع اصدقائه، هو مش بيتصل بيهم، فهو هنا بيستخدم وسيله بديله اللي هي تكست يعني يراسلهم نصيا. حسن has an A today with the manager for the new job. حسن عنده ايه النهارده مع المدير علشان الوظيفه الجديده. بيقول لي روتين طبعا اللي هو الروتين. كلاس ممكن تكون فصل او درجه. انترفيو اللي هي المقابله الشخصيه، وطريقه طبعا هتكون انترفيو. السؤال بعد كده بيقول لي my mom always my breakfast. امي دائما ايه الفطار بتاعي. ميكس يعني يصنع او يجهز. gives يعني تعطي. does يعني يفعل. leads يعني يمحو او يمسح، فطبعا هتكون makes breakfast يعني تعمل الفطار. she doesn't like football. هي مش بتحب الكوره. she not tennis. هي ايه للتنس؟ طبعا بيقول لي buys يعني يشتري تنس. لا طبعا spends يعني يقضي او ينفق. لا مش هتنفع. refers يعني يفضل. تنفع. goes يعني تذهب. لا فاحنا هنا هناخد refers. طب احنا ما خدناش goes ليه؟ لان جو بتيجي مع الرياضات اللي فيها ing زي swimming وزي snorkeling، فنقول goes snorkeling goes swimming. لكن هو هنا بيتكلم على تفضيل لانها مش بتحب كرة القدم. السؤال كده بيقول لي drawing and writing short stories are my favorite. رسم وكتابة القصص القصيرة بتكون ايه المفضلة بالنسبة لي. السبورت رياضات طبعا مش تنفع. subjects يعني مواد دراسية او مواضيع. interests يعني اهتمامات. messages يعني رسائل، فتكون interests my favorite interests يعني هي اهتماماتي المفضلة. السؤال بعد كده بيقول لي can you. طبعا كان ده modal verb يعني فعل ناقص بيجيب بعدين مصدر. بيقول لي my mother for me because my phone isn't working. يعني بيقول له انت ممكن ايه امي لان التليفون بتاعي مش شغال. تكست يعني يراسل. سند يعني يرسل. سبيك يعني يتحدث. توك يعني يتكلم، فتكون تكست يعني يراسل رساله نصيه. بعد كده بيقول لي ايه is the opposite of the word end. كلمه ايه اللي بتكون مضاده. opposite يعني مضاده. الword كلمه end اللي هي ينهي او ينتهي. ايه المضاد بتاعها؟ continue يعني يستمر. get يعني يحصل على. spend يعني يقضي. begin يعني يبدا. طبعا هنا احنا عايزين end ينهي او ينتهي، فهتكون begin يعني يبدا. السؤال بعد كده بيقول لي my daily A is the same every school day. ايه اللي بالنسبه لي يومي بيكون واحد او متشابه كل ايام الدراسه. root يعني جزء. روتين اللي هو الروتين اليومي. صوفه كنبه. carpet يعني سجاده. طبعا هتكون daily routine. السؤال اللي بعد كده بيقول لي الاخبار is a. طبعا الاخبار دي جريده. الاخبار is a وبيقول لي newspaper يعني جريدة. we can buy it every day. نعرف نشتريها كل يوم. weekly طبعا اسبوعي. yearly يعني السنوي. monthly يعني شهري. daily يعني يوميا، فطبعا هو بيتكلم every day فهتبقى daily newspaper يعني جريدة يومية. بعد كده بيقول لي a much time with my family is my best hobby. ايه وقت كبير مع العيلة بتكون هوايتي المفضلة. guessing يعني تخمين. spending يعني قضاء. texting يعني ارسال رسالة نصية. helping يعني مساعدة. بيقول لي much time فهتكون spending much time يعني قضاء وقت كبير مع العيلة. بعد كده بيتكلم عن definitions التعريفات. بيقول لي ايه is a fixed and usual way of doing things. ايه الحاجة او الطريقة اللي بتكون ثابتة ومعتادة في عمل الاشياء. روتين اللي هو الروتين. ويكند نهاية الاسبوع. روتين اللي هو الروتين اليومي. انترفيو اللي هي المقابلة الشخصية، فطبعا هتكون routine is a fixed and usual way of doing things. بعد كده بيقول لي ايه is a formal meeting in which someone asks you questions about yourself and your life. formal meeting يعني اجتماع
رسمي او مقابله رسميه in which someone شخص ما asks you بيسالك questions اسئله about yourself عن نفسك and your life وحياتك. طبعا هنا بنتكلم عن مقابله سواء كانت مقابله عمل او بنتكلم على المقابله الصحفيه او اللي بتكون موجوده في البرامج. بيقول activity يعني نشاط، لا طبعا interview اللي هو المقابله، review يعني مقاله نقديه، وفيو يعني منظر، فهنا هتكون interview. بعد كده بيتكلم عن language notes اللي هي الملاحظات اللغويه، expressions التعبيرات والprepositions. بيقول لي he couldn't finish his work، هو مش عارف يخلص الشغل بتاعه. وبعد كده بيقول لي he looks worried، هو شكله قلقان. by بواسطه that's why، وقلنا لذلك او عشان كده because لان when عندما طبعا اكون that's why he looks worried يعني هو عشان كده قلقان. what sports does he like to، ايه الرياضات اللي هو بيحب ايه regularly يعني بانتظام، ايه الرياضات اللي هو بيحب يؤديها بانتظام. make مش هتنفع لان طبعا بيتكلم على sports. give طبعا مش هينفع. do sport يعني بيؤدي رياضه، او do sports بيقوم بالرياضات. what يضع فهتكون do sports. وفي النهايه اتمنى يا رب الحلقه تكون عجبتكم واضيف لكم معلومه جديده او على الاقل اكدت معلومه قديمه. ولو ده تم بالفعل ما تنساش لايك والشير والسبسكرايب. ولو عندك اي استفسار او اسئله يا ريت تسيبها لي تحت في الكومنتس وهرد عليك في اسرع وقت ممكن. وتابعنا عشان يوصل لك كل الحلقات اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.